أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة بلدنا الأصيل، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. يسعدنا ويشرفنا اليوم أن نلتقي بشخصية نسائية عراقية من المبدعين العراقيين المعروفين. مش يسعدني أن ألتقي بالست خيرية منصور. أهلا وسهلا بك في قناة بلدنا الأصيل. أهلا وسهلا بك وبقناتكم وبالكادر الفني كله. سعيدة بوجودي معك. الله يسلمك. ست خيرية، ممكن تعرفين نفسك للسادة المشاهدين؟ خيرية المنصور، مخرجة سينمائية، الأولى سينمائية والوحيدة لا أزال، بس بالتلفزيون أكو مخرجات تلفزيونيات بس بالسينما أكو بالسينما بس أنا الوحيدة. نعم. ما بعدني متربعة على العرش مالتها. أخرجت 86 فيلم تسجيلي، نعم. 5 أفلام روائية، مسلسلات 4، من ضمنهم يعني مثلا ثامر مهدي كتب لي أحد السيناريوهات الأفلام، مثلا صباح أطوان مسلسل، مات البحث عن ندى، عادل كاظم الله يرحمه الكاتب عادل كاظم مضت مع الريح، موجودة هاي على اليوتيوب المسلسل. فأخرجت هواية أعمال وتقلدت مناصب، صرت مديرة الإنتاج السينمائي في العراق، بعدين صرت مدير الفني لقناة البغدادية لمدة 5 سنوات. أصدرت كتاب اسمه شرنقة الشاهين الحريرية المعرفية عن تجربتي السينمائية مع المخرج يوسف شاهين. والفيلم والكتاب نفذ بصراحة، وراح حسب القاهرة من أروح نطبع الطبعة الثانية. حصلت جوائز هواية بمهرجانات عالمية دوالي. آخر مهرجان بتونس كرموني عن مجمل أعمال السينمائية، وعرضوا وكلفوا هنا شركة أمريكية سووا علي فيلم بطولة 9 دقائق. وبعدين عرض فيلم الثلج لا يمسح، آخر فيلم إلي الثلج لا يمسح الذاكرة، بطولة آسيا كمال وسلافة. ما أدري، هواية شغل. نعم. ست خيرية، طبعا أكيد راح هنالك أسئلة راح تتواصل وياك اليوم. نريد نعرف السادة المشاهدين عن إبداع وإمكانية المخرجة السينمائية العراقية المعروفة خيرية منصور. ست خيرية، فن الإخراج هو بحد ذاته العمود الفقري لكل الفنون، واللي يجعل سهولة إيصال رسالة إلى المتلقي أو المشاهد أو المستمع. ممكن أن تتحدثين للسادة المشاهدين أنه لماذا هذا الفن هو العمود الفقري لكل الفنون؟ المخرج تقصد؟ نعم. المخرج هو العمود الفقري مثل ما قلت، لأن يبتدي من أول حرف ينكتب بالسيناريو إلى تطلع الصورة على الشاشة. إلى أن تطلع الصورة. أنا اشتغلت مع يوسف شاهين أستاذي، اشتغلت وياه، بديت وياه من كتابة السيناريو اللي هو فيلم حدوتة مصرية. نبدي بكتابة السيناريو، بعدين كشف مواقع التصوير، بعدين اختيار الممثلين، كشف مواقع التصوير، بعدين المونتاج، بعدين المكساج، بعدين الدعاية والإعلام والطبع والتحميض، كله مسؤول عليه المخرج. كل هاي العمليات، كل الفيلم السينمائي إلى نشوفه على الشاشة مسؤول عنه المخرج. فلذلك المسؤولية صعبة، والإخراج يعني يحتاج قيادة، يعني مو أي واحد يجي، لا، قيادة بحيث إنه يسيطر على أدواته. إذا المخرج ضعيف الشخصية وما يسيطر على أدواته انتهى، ماكو. وما ينجح العمل الفني. فالمخرج هو الأساس بالأعمال. ما يقول لك مخرج شنو يجيب كاميرا وحطها، لا، الفكرة شلون يوصلها، العمق، الفكرة السينمائية أو الفكرة اللي يطرحها للمشاهد توصل الفكرة، الموضوع يوصل للمشاهد، كله مسؤول عنه المخرج. نعم. طيب ست خيرية، نعم، حسب معلوماتي كنت أنت المخرجة السينمائية الوحيدة بالعراق، وليش أنه دائما قليل أكو مخرجات في العراق والعالم النساء طبعا. صح. نعم. بالعراق أنا بديت أول مخرجة سينمائية بصراحة، يعني
يعني رجلي مونتير سينمائي وهو زوجي يعني وقف وياي. نعم. لان ما يتحمل العراقي انه مرته من الصبح لليل ما موجوده بالبيت. صح لو لا طبخ لا غسيل لا ما يتقبلها. فزوجي لا كان معايا يعني لان هو يشتغل بهذا المجال. عمل. اي بالعمل. فالعدد قليل لان الاخراج صعب، يتطلب تضحيه، يتطلب سهر، ويتطلب ابداع، ويتطلب اذا انت مخك مصافي شلون راح تبدع بالعمل؟ ما تقدر. صح ولا لا؟ طبعا. فبعدين عدد المخرجات قليل، مو بس في العراق، بمصر قليل عددهم. هسه طلعت كم وحده نشأت، سندره نشأت وما ادري شنو، وبالعالم هم قليل. نعم. يعني كل هذا قليل. ليش قليل؟ اكو اسباب. السبب الاول انه المنتج ابو الفلوس، يعني اللي يصرف على الفيلم يعني هذا نعم. هو ابو الفلوس. هذا المنتج ما يقدر يجازف يخلي فيلمه يصرف على فيلم ما يطلب، لازم يحافظ على التقاليد والعادات والهاي حتى يمشي فيلمه هاي ما يتحارب حتى يجذب الناس. المرأة المخرجة من تكمش السيناريو تاخذ مثل المعول وتهدم، ما تهمها التقاليد ولا تهمها الاعراف، المهم تطرح فكرتها. هذا ما يريد المنتج. اذا المرأة المخرجة ايش تحتاج؟ تحتاج منتج من النوع الثوري. نعم. الذي يؤمن بها وبقدراتها يلا ينجح. وهل عندنا مجتمع منتج ثوري احنا؟ ما عندنا. ما عندنا منتج ثوري يذب ملايين الدولارات على فيلم وما يجيب له ايراد. فلذلك يخشون المرأة المخرجة. يعني وين الى ان قلبك ينقطع الى ان لك تمويل الفيلم معين، وتحتاج تمويل طبعا. زين مين هاي ويجي الدور يعطيك شروط كذا 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 كذا. انا وقحه بالتصوير يعني بالاخراج بصراحه اقول لك اياها، انه انا قشبر المدراء العامين اضحك عليهم. فاليوم قال لي هاي اللقطه شيليها. شنو هي اللقطه؟ مريه سائقه طب بيتها وكان طفلتها جايبتها من الحضانه وهو قاعد رجليه يقرا هاي اخذت عليها جائزه مهرجان موسكو السينمائي، جائزه ثانيه. يعني منتج له علاقه يتدخل يا سيدي السينما مثلا قالوا له شيلي هذا المشهد. بس هو مو شغله، هو شغله بس يمول. ماكو يمول، شلون ما هو يريد بعدين وارد من عندك يريد. نعم. ايراد. بس هو يعني من معقول يعرف اكثر مما يعرف المخرج؟ لا يقول لك هذه طبعا هو عارف المهنه، هذا المشهد شيله ياثر علي. انا جاي المدير العام قال لي شيلي، والمدير العام واحد متنور كان تقدمي وهاي. قلت له اوكي تدلل اشيله. وبراها شافني دز علي قال لي شلتي المشهد؟ قلت له اي شلته؟ طبعا كذب ما شلته. انا وين خليتها بصراحه اقول لك بالفيلم ومهرجان موسكو، وعلى هذا المشهد انا اخذت جائزه الثاني. زين ست خيريه، في كل عمل هناك تحديات. كل اعمالي. اي نعم. كل اعمالي انا حتى هذا فيلم الروائي 6/6 لو تجمع دموعي اللي بكيتها تغرق السينما والمسرح. اولا 45 مخرج وانا مريه واحده، امراه واحد شلون وصغيرونه واصغر منهم بالسن ولسه متخرجه كلوني اكل. بس يعني الصحافه وقفت معايا بصراحه اقول لك. الصحافه وقفت معايا بشكل مو طبيعي ونجح الفيلم. نعم. واخذ جائزه مهرجان الاسكندريه السينمائي، ولا يزال كل ما يعرضوها ونعرض ب3 دور عرض، وجاب ايراد اول مره بتاريخ السينما العراقيه الفيلم يجيب فلوس. اللي هو 6/6 جاب فلوس. اي 6/6. طيب ست خيريه، احنا قلنا التحديات واجهتك اكيد هوايه، بس اذا ادخل بنفس السياق السؤال، ما الفرق بين مصير الفن العراقي قبل واليوم؟ اليوم ضايع الشليله حبيبي. شنو الفرق؟ ضايع الشليله. نعم. الان ما تعرف بيد من الفن. خطير دول الشباب المخرجين يروحون يدورون لهم على منتج يمول لهم المشروع مالتهم. السينما والمسرح، دائرة السينما والمسرح غسلت ايديها. نعم. غسلت ايديها من السينما، والسينما تحتاج تمويل ضخم بالافلام. واجهش تهديد؟ وين؟ هنا؟ نعم بالعراق من طلعت؟ اي طبعا. ليش انا ما كنت ناوي اطلع العراق. نعم. يعني انا شنو التهديد اللي واجهك؟ تهديد من احد الميليشيات
نعم. أنا جيت أخرج قاعد كرموني بعيد السينما العراقية وفرحانة وشايلة جائزة بإيدي. جاني واحد جاب لي خرقة هيك خليها على راسي شد أسوي لك. قلت له امشي هاي ضد مبادئي أنا ما ألبس هذا. نعم. بعدين يعني صار حكي بيني ملاسن بيني وبينه. طلعت بعدين جانا خطية أبو حيدر أبو الحصة التموينية. نعم. بالبيت ساعة بالأربعة قال لي طلع من بيت اشترى هاي الميليشيا سألت عليك. يعني يعتبر ايوه راح بيتي كله وتبهذلنا ودمرنا. شو وقت جيتي لامريكا؟ 2013. شلون شفتي الفرق بين المجتمع الامريكي والمجتمع؟ ما يعني بصراحه ماكو وجه مقارنه. نعم. ماكو وجه مقارنه. يعني اقصد هل ان الامريكان مولعين بالفن اكثر؟ نعم. انا اول ما اجيت يعني شهرين هنا عرفني مصور بان اي بي هو سبونسر مالتي اي بي سي. عرفنا على هيوارد غورنر. هيوارد المدير الفني لمسلسل هوملاند. كان عندهم مسلسل يشتغلون به سيناريو تايرنت. واشتغلت انا يعني وياه فتره. بعدين بصراحه هوايه اللهجه الامريكيه تختلف عن الانجليزيه. نعم. فقلت له انا اللكنه الامريكيه اللكنه اي تختلف يعني يقولون كلمه هي غير شكل بالانجليزي. فقلت له انا بالنسبه لي ما اقدر اكمل. احنا ست خيريه تعرفين انه احنا درسنا انجليزي بريطاني بالمدارس. ما درسنا نعم. اللهجه الامريكيه. نعم. فلذلك تعبت. نعم. يعني قلت له ليش اضحك عليهم؟ قلت له عمري انا كلش ممتنه لك. نعم. عاد خطيه يعني ودالي هديه مال قلاصات هوملاند 6 وبعدين مبلغ من المال. قال لي انا احترمش لانه انت يعني ما حد يعرف هاي الفرصه بامريكا. نعم. مع ست خيريه فاصل ونعود. ست خيرية نعود إلى موضوع المجتمع الأمريكي اللي هو أيضا مولع بالفن. وحضرتك أنت اشتغلتي لكن ما قدرتي تقاومين اللغة والهذه. أيوة دخلت. نعم. قلت لك دخلت جامعة لوس أنجلوس بس نطق أتعلم. نعم. النطق. نعم. يعني مثلا إحنا ما نقول بالامريكي بالامريكي كل تتغير. نعم. فمن تطرح وياي انت بغير شكل انا ما افهمها طبعا. صح. فاذا ما فدر اكون صريحه وياك ان شاء الله. تدرس ان شاء الله. لا هسه زين الحمد لله ماشي الامور يعني. نعم. واشتغلت بشركه MTS. نعم. امريكيه افلام وثائقيه 4. نعم. وعلى اساس احنا بدينا وكتبنا سيناريو فيلم اسمه دعونا نغني للسنك. وبدينا بيه والكادر كملناه. وهذا جت الكورونا وقفت الحال. نعم. ان شاء الله تواصلين ان شاء الله. ست خيريه طبعا سؤال كلش مهم هذا صراحه. رحلوا عنا مخرجون بصراحه كانوا مدارس في فن الاخراج. ممكن تذكرين المخرجين اللي كانوا اللي عملت اخرجت عنهم افلام؟ نعم. في اساتذتنا دين برقبتنا لازم نرد لهم. نعم. هم علمونا. نعم. هم خلوا اقدامنا على الطريق. في يوم من الايام انا بدار الاوبرا المصريه دا اقول الكامل الشرقي قلت استاذ هذا الممثل جبار كاظم اداءه يشبه محمود عبد العزيز. فقال ابنه واحد من اولاد الفنانين جاي تتفرج قال لي هو من هو جبار كاظم؟ قلت له جبار كاظم؟ قلت له زين تعرف سامي عبد الحميد؟ قال لي لا. بابا تعرف سليم البصري؟ هو عراقي لو غير عراقي. أي. بس شاب صغير ما يعرف غيره طبعا. اي. نعم. قلت له زين تعرف مايكل جاكسون؟ قال لي طبعا. حلو. اي اقول لك يعني. نعم. فقمت انا اخذت على عاتقي يعني الله رازقني وهاي قمت انا قلت خل انتج افلام سلسله كبيره مبدعون راحلون. نعم. مبدعون راحلون تناولت غضنفر قرار التعليق مشهور مذيع مشهور ومنتجت بأون TV منتجت بفلوس لأن أنا إنتاجي. نعم.
والمونتاج جايبه مونتير والمصور من برا وكذا. فكملت 18 فيلم عن هاي وقلت أبيعهن لأنه خسرت هواية فلوس $20,000. نعم. يعني بقيت على الحديدة. نعم. فأنا متفقة ويا القناة العراقية، قلت لهم أنه أنا راح أسوي أفلام تشتروهن، فلان وفلان وفلان وفلان، وافقوا. وحتى هم ضافوا لي في اسم معين. أي قلت له أوكي خلص سوي مونتاج. خب مو أنا أغمض عيني باكر أروح يخلص الفيلم، ليش أنا أسوي فوتوغراف؟ نعم. خلصت الأفلام ورحت لهم. التقيت ويا واحد من عندهم قلت له عيني الأفلام اللي قلت لي عليهن خلصة، هاي أفلام، هاي 18 فيلم، سامي إبراهيم جلال، جعفر السعدي، جعفر علي، سليم البصري، كارلو هورتيون، يعني عددت له الأسماء كلها. نعم. سامي السراج، راسم الجميلي. هو احنا على المخرجين دول دول الفنانين اللي تركوا أثر بالعراق. وقال لي اي اوكي اهلا وسهلا يا ريت. شو بعدين خذوني الغرفة صغيرة، اجا واحد قاعد يمي قال لي ست خيري احنا راح نشتري الافلام. قلت له زين والله اشكرك جدا وانا حسبت قلت اجيب لهم هدايا يعني هدايا عادية مثل هاي. قال لي ست خيري بس اكو شرط. قلت له قول. قال لي توقعين الفيلم احنا راح نشتري كل واحد ب15,000 بس إليش تقبضين 1000. قلت له يعني إلك 14 ولي أني 1000. أم الفيلم، المخرجة، أم المادة، أم التصوير والمونتاج والفلوسي. قلت له حتى لو أحسبهن ما سدد 22,000. منين أسدد 22,000 خاسر عليهن؟ قال لي هذا شرطنا احنا هواية يريد لنا مبلغ. شلت بعضي وجبتهن. جبتهن ايش؟ طبعا قلت والله العظيم والله العظيم لو أشحت بالشارع ما أبيعهن هالشكل، ما أساعدهم على الرشوة. صحيح. حتى يبيعون. أي لا هم مو يبيعون، هم على أساس يعرضون بالقناة العراقية. يعرضوها بس يعرضون. يشتروهن ب15,000 وأنا يعطوني مثلا 18,000. يعني ما واردة. فقلت له احتراما لنفسي يعني قلت له بس أنا راح أفضحكم، يعني أنا ما أخليكم سكة ترى. وفعلا بقناة الحرة فضحتهم لقاء وبالأسماء ما خليت لهم سكة، يعني أقول لك إياها يعني فضحتهم فضيحة. نعم أوكي. ست. ولذلك الفن في العراق إذا واحد مو متمكن من الشغلة ويحب الفن وفنان لا يصير فن، ما يكون فن بالعراق. لا. بصراحة مو يجيبوا لي واحد لابس العمامة وتعال يخرج تعال باو على فيلم جيزة. شي جيزة هذا جيزة يقول لي أريد لقميات مال عاشور. ما يصير. أكو فن وأكو غير شكل، أكو إعلام وأكو فن، يعني انقسم مرتين. نعم. الفن يعني ثقافة، الفن ثقافة، وأكو إعلام. نعم فرق. ست خيرية تتلمذتي على يد المخرج العالمي يوسف شاهين وكنتي مخرجة مساعدة صح؟ اي. شلون قدرتي توصلين له؟ اي هاي قصة حلوة. طبعا أنا أول من رسى أقدامي بعالم السينما وخلاني أمشي صحيح هو يوسف شاهين. علمني إنه ما أتنازل عن حقي. أولا إذا أصير مخرجة ما أتنازل عن حقي، وثانيا لازم أبحث عن العمل الشخصية. المهم أنا شفت كنا نصور بالشيخان، كنت مساعدة مخرج لسه متخرجة من أكاديمية الفنون الجميلة. وقال لي وأجا يوسف شاهين زار توفيق صالح بالأيام الطويلة. كنت مساعدة صغيرونة يعني مو مساعد أول. الأيام الطويلة. أي ما كنت مساعد أول. من كان مخرج الأيام الطويلة؟ توفيق صالح المخرج. نعم. هم معروف. نعم. وكنت صغيرونة جابوني أتدرب. نعم. أشوف توفيق صالح شلون يشتغل والمساعدين وهذه. فأجا يوسف شاهين ناقشته بأفلامه، أنا أحب أفلامه. فيلم العصفور وفيلم صراع في المينا وفيلم الوادي الجديد، يعني هواية. فقمت أتناقش وياه. وفيلم الأرض أكثر شيء ناقشته فيلم الأرض. خلصنا النقاش وهاي فالتفت علي قال لي يا بنت تشتغلي معايا؟ قلت له يا ريت أتوسل.
ليش ما اشتغل وياك؟ مخرج عالمي. مخرج عالمي. وراح قلت انا معود شيء ذكرني هو ثاني يذكرني يذكر ألف وحده اكون مصر يعني. صح. وهو عالم الناس تتمنى بي يعني تجي يمه. شو شهر اجتني الدعوه. جتي دعوه. دس علي المدير العام كان بوقتها عبد الامير معلق الله يرحمه. قال لي خيريه تروحين للقاهره؟ قلت له شنو ويا يوسف شاهين؟ قال لي قلت له هو هذا سؤال تسالني اياه؟ طبعا ركض. قلت له شلون؟ طلعت من غرفتي اركض والله 7 طوابق ركض للطابق الثالث على مدير السينما. قلت له صارت ماكو بظرف تعرف موافقة أمنية على ما تطلع وما أدري شنو قبل. أي وسافرت بدا وياي الرجال من ألف باء السينما. من ألف باء السينما بدا من كتابة السيناريو وياني بديت لغاية النسخة طلعت الفيلم. وسافرت ويا فرنسا طبعنا نسخة الفيلم هناك. يعني كلش تعلمت من عنده. قام كل ما يخرج فيلم يدز عليه ولو أنا صرت مخرجة مشهورة بس أروح أشتغل وياه مساعد. طيب ست خيرية أنت على ضوء اشتغلتي مع المخرج العالمي المصري العالمي يوسف شاهين، من جراء العمل زوجتي شخصية مصرية؟ لا زوجي وياي تلميذ بالأكاديمية حبيته. وين؟ بالعراق. كان بالأكاديمية. اي كان فنون جميلة. اي نعم. قسم الإخراج. حبينا بعض نعم. وتزوجنا ورزقنا ببنية سوسة. يعني ما له علاقة أنه عمل مع يوسف شاهين؟ لا ما له. يعني قبل ما تروحين أنت تزوجتي؟ لا بعدها بهواية. يجوز إلها هم أثر. نعم. يجوز أثر تأثيره من كثر ما أحبه أنا يوسف شاهين. شو رزقتي منه؟ بنية بنت. الله يخليك إياها. ست خيرية، طبعا أكيد كل مبدع يحصل على جوائز. ممكن تذكرينا جوائز اللي حصلتي عليها في هذا الإبداع؟ وايد جوائز أنا وايد اشتركت بمهرجانات خام العالم كله بصراحة أقول لك مفترى العالم. يعني أنا أول جائزة استلمتها غيروا عنواني من مساعد مخرج إلى مخرج هي مهرجان موسكو السينما. أخذت الجائزة الثانية فيلم بنت الرافدين عن المرأة العراقية. نعم. هاي أول بدايتي. وبعدين توالت هواية. أخذت جائزة الإبداع بالعراق مرتين سنتين. نعم. أخذت فيلم اللوحة الأخيرة وفيلم الملائكة تموت عن أطفال الحروب في الوطن العربي. وأخذت هنا عندكم سووا بكاليفورنيا سووا تكريم للمبدعين العراقيين أنا كنت من ضمنهم. وبعدين من وين كانت؟ بلوس أنجلوس. جمعية أمريكية. الأمريكية العراقية وياها المركز الثقافي العراقي. وبعدين رحت لواشنطن. نعم. وقعت كتابي عندي كتاب طلع عن يوسف شاهين. نعم. شرنقة الشاهين الحريرية المعرفية. نعم. وكرموني هناك وعرضوا فيلم عن جعفر السعدي من ضمن افلامي. مو قلت لك اللي ما اشتروهن؟ قلت والله خليها الناس تشوفها تستمتع بيها ببلاش ولا بعيب بسعر. لا ما زين. مهرجان موسكو اخذت من عده. اكو اهم حدث اخير شيء هسه اخر شيء بتونس كرموني عن مجمل اعمال السينمائيه كلها قاطبه. سووا لي فيلم هنا بأمريكا. شركة أمريكية سوت عليه فيلم طوله 9 دقائق قبل التكريم. نعم. وعرضت فيلمي الثلج لا يمسح الذاكرة وسوى ضجة. وهذا آخر شيء. هواية مهرجان قرطاج راحت له، مهرجان القاهرة، مهرجان اسكندرية مرتين، مهرجان القاهرة 4 مرات، مؤسسة كادر سوى هواية رايحة مهرجانات. نعم. فرنسا. نعم. رايحة بالمعهد العربي في باريس. ما أدري هواية حبيبي. ست خيرية مرة نروح فاصل ونرجع وياك إن شاء الله. السادة المشاهدين تمتعوا بالمعلومات القيمة اللي ذكرتيها عن الإخراج وفن الإخراج وما شابه ذلك. أعزائنا المشاهدين فاصل ونعود. أعزائنا المشاهدين عودة أخرى مع المخرجة المبدعة المخرجة النسائية الأولى
وهي المخرجة السينمائية الست خيرية منصور. ست خيرية طبعا في كل عمل هنالك مواقف، ومنها مواقف كوميدية أو نقول مضحكة بعض الأحيان، وحضرتش إنه أنت اختاريتي أكثر الأعمال كوميدية. نبدي الشق الأول من السؤال وبعدين نيجي على لماذا اختاريتي الأعمال الكوميدية؟ هواية مواقف مرت بي، تعرف أنا ضعيفة نعم وصغيرة، يعني أبين صغيرة بالعمل. فاليوم نصور ويا قاسم الملاك بشارع حيفا، فنزل واحد رجال مصرف عنه هيجي بارز عضلاته، اجى يمي تعال لك قاسم الملاك، صفنا شيلت هذا الرجال تعال إليك أنت بجلالة قدرك وأحبك وأموت عليك، وأنتوا كلكم بنية هاطولاتها تلعب بكم لعب، تعال امشي منا وأوقف منا. قال له مو هي هاي مخرجة، هي بيتك. قال له شنو مخرجة؟ شلون تقبل أنت ومرية قودك؟ والله العظيم. نعم. يا معود وخر ماكو، تالي صحنا الشرطي تطلع ويانا شرطة. قلت له فدوى وخر لنا إياه لأنه قام يأثر على الصوت علينا. لا والله لا يعني هاي مواقف. يعني هاي مرة مثلا سيارة قاعد تمشي قلت ستوب، والسيارة تمشي البيك اب بيها الكاميرا، عبالي دي أمشي على القاع وقعت. نعم. وانكسرت ايدي بوقتها. نعم. هواية مواقف. يكون فكرة بالعمل اي هواية مواقف محرجة تصير. ويا يوسف شاهين هواية مواقف. نعم. يعني هم بالعمل ويا الممثلين يعني معاهم، يعني اشتغلنا هواية. يعني انا اشتغلت هواية بالقاهرة، ترى انا كلش معروفة بالقاهرة. نعم. يعرفوني يعني الوسط الفني والثقافي، مو بس هاي يعني اكتب قصة، اكتب شعر، اكتب اكتب عندي كتاب، صدر كتابي شنقة الشاهين الحريرية. وراح ابدي فيلم المصير هسه اكتب. نعم. ست خيرية، احنا قلنا سؤالنا الاخير انه حضرتك اشتغلتي مع الممثلين العراقيين كثر، كمخرجة منو كان اريح ممثل حول تلبية تعليماتك وتوجيهاتك؟ منو كان يعني يؤدي دور من أول وهلة بنجاح؟ أنت لو شوف هسه أفلامي نفس كادري. نعم. كل أفلامي ومسلسلاتي نفس الكادر مالتي، لأن عرفوا طريقتي. يعني ما بيحل مثلا أصيح على واحد تعال، يعني مثلا أكو فد ممثلة قلت لها ما تلبسين هذه، لأنه من تلبسين الكعب العالي بالكاميرا يصير المشية تختلف عن ما تلبسين هذا النعام. نعم. اي لا شنو قلت لها سراويج. وبعد طبعا ما اشتغلت وياه، فصورنا مشهد هالشكل، لقطة هالشكل ولقطة هالشكل. قلت لها يا احلى المشية هاي الدلال، لو هاي المشية تكرفي الكرف. قالت لا هذه. اكثر الممثلين اللي احبهم مشتغلوا وياي عبد الجبار كاظم، عبد الخالق المختار، فوزية عارف. نعم. أميرة جواد اشتغلت وياي. وأنا اكتشفت ميز قمر، كانت عندي أول عمل عندي ميز قمر. لؤي أحمد الكوميدي، سامي قفطان. سامي قفطان اشتغل وياي. وسامي سامي عبد الحميد اشتغلوا. اساتذتي ذولا كنت استحي اعطي ملاحظه. يعني قل له استاذ عن اذنك ممكن؟ قال لي خير يا اخي راحت كنت مخرجه. نعم. يعني كنت شوي الجبجب يعني من مع راسم الجميلي ايضا. راسم الجميلي اخذ بطوله عند فيلم 100%. نعم. فاديه. سليم البصري ضحكتي. سليم البصري. عندي منو بعد بالله؟ شنو كان عملك مع سليم البصري؟ سليم البصري والله دور بسيط بصراحة. قال لك مضت مع الريح، ما كان عندي دور. هو قال لي أريد تخليني وياش بالعمل. قلت له أسوي فيلم عنك والله، وسويت فيلم عنه هسه. عندي فيلم. احنا محتاج هذا. اي سويته يعني إلى شعبية هو. نعم. واسع. أكيد حج راضي. وبعدين من والله عندي سامي السراج اشتغل وياي. نعم. ست خيرية عفوا، تحت موسى حلاق بصراحة في بغداد من كانت اخراج عمان وايرسام. نعم. يعني كان يوم محدود انه تطلع شو اسمه الحلقه تحت موسى حلاق، كان الناس ينتظروها.
اي صح. ينتظروها مو بس هي النسر وعيون المدينة. نعم النسر وعيون المدينة. تنتظرها الناس. عندك مضت مع الريح مال مهجة الطفلة. نعم. تنتظرها الناس. بدأت المسلسل يقعدون عليه. اي صح. ولا تزال ترى تحت موسى الحلاق تأثيره قوي. نعم نعم. لحد الآن بالشارع. نعم هو كان أيضا المخرج في موقف حرج جدا، أنه موضوع الحرق اللي شربها أستاذ بصري. كذب ما يشربون. لا ما يشربون، بس هو تقصد عمان الرسام أن يعطي عرق حقيقي حتى شنو يبدع او يصير اكثر عفويه. اي هو مبدع. وعمان نويل رسام هم مبدع بصراحه. طبعا يعني استاذنا، وانا اشتغلت وياه بشركه اشتار اعلانات. نعم. سويت اعلانات وسويت افلام وثائقيه. الله يرحمه ترى توفى بكندا. نعم. قبل قد كان؟ قبل هيك 4 سنوات. 4 سنوات قريبا. هو عن مرض توفى؟ هو عنده قلب كان صمام مسدود عنده. نعم. هو ايضا ترك يمكن العراق لا هو ترك بعدين، بس هو بالبدايه 2003 من صار التقاتل الطائفي. ب 2006 كل احنا طلعنا. نعم. عمان وائل طلع واني وعماد بهجت وسيته كل احنا طلعنا. هروب شخصيات فنيه. لا كل الثقافه والفن كلها طلعنا. وهم هذا اللي يردوه وحياتك. نعم. هو هذا فرغوا البلد من المثقفين والمفكرين والعلماء وكلها طلعت. زين شنو الكلمة الأخيرة اللي تحبين توجهيها للسادة المشاهدين؟ وشنو اللي ينتظرون منك؟ لكي نبني فن جيد وثقافة راقية، كل رجل دين ابعدوه عن المؤسسات الفنية والثقافية. نعم. لأنه راح يخلي الأيديولوجية مالته، وإحنا مجتمع خليط. أي دين كان. أي رجل دين. أي رجل نعم. دين ما له علاقة بالفن. نعم. لأنه إحنا خليط، مجتمعنا خليط. نعم. يعني المسلم وبالمسيحي وبطوائفهم، والإسلام بطوائفهم، والصابئة واليزيدية، يعني 1000 دين. قصدك يعني ست خيرية يبتعد عن الفن ويبتعد عن السياسة أيضا. يبتعد عن السياسة. لا هو الفن سياسة. نعم هو الفن سياسة. شلون السياسة؟ يعني أنا يعني شلون أخلي عمل فني ما بيه صراع؟ الصراع سياسة. نعم. هذه مواضيع تصير مرات موضوع سياسي، لازم هو كل السياسة نعم. ما خبز تقول. نعم. سياسة. الحياة الغالية سياسة. نعم. فلان هذا ياخذ رشوة سياسة، كلها سياسة. احنا حتى نحدد، قصدي ست خيرية، حتى نحدد انه اكو امور انه رجل دين هو يختص بمجاله فقط. يعني بالهندسة ما له علاقة، بالفن ما له علاقة، بالسياسة ما له علاقة. نعم. اي ما له علاقة. ولا احنا كاعلاميين او كحضرتك مخرجة والفنانين وكذا ما ممكن يقدرون يتدخلون بشؤون الدينية اللي هم مو اختصاص. ما نعرفها. يعني انت تقدر تتدخل بشيء تقول هذا ما نعرفها. هم المفروض هم ما نعرفها. نعم. هو هم المفروض ما يعرفها وما يخوض بها. فأريد واحد يشرف على الفن، مسؤول عن الفن، مؤمن بالفن ويعيد أمجاده. يعيد أمجاده، مؤمن بالفن وأن الفن أداة تغيير. نعم. وثقافة. هذا أهم شيء. وخلوا له ميزانية. نعم. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء أحب أشكر المخرجة السينمائية الوحيدة العراقية المعروفة خيرية منصور في هذا اللقاء الشيق والقيم. نتمنى لمخرجتنا العزيزة حياة سعيدة وهانئة والصحة والعافية إن شاء الله. أنا سعيدة بلقائي معاكم. نعم. ويا رب كل احنا دعوة عامة يرجع العراق مثل الأول ونرجع لبلدنا إن شاء الله ونشتغل ببلدنا. ويرجع حلو العراق اللي كنا نمشي بيه. هيك نسي مو تعالي لبسي هذه ما له علاقة. إن شاء الله هاي الدعوة تصل وإن شاء الله تتحقق. وأتمنى التوفيق للشعب العراقي. نعم. شكرا جزيلا. فرصة طيبة عزيزي.